حبايب قلبي عاملين ايه؟ وحشتوني قوي 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 قوي. يا رب دايما تكونوا بخير. جمعة مباركة عليكم يا رب. انا عارفة ان انا غايبة عنكم شوية حلوين، بس والله غصب عني كان عندنا ظروف، بس الحمد لله الحمد لله يعني عدت على خير. فانتوا وحشتوني بقى، فانا قلت لازم اصور روتين يوم الجمعة كده معاكم عشان انا بحبكم وانتوا وحشتوني. اول حاجة كده ولعت بخور، شغلت قرآن. يوم الجمعة معروفة، يوم الجمعة نولع بخور. فولعت بخور كده وبخرت الشقة كلها، بس زي ما انتوا شايفين كده بقى. وحابة اشكر اختي على البخور القمر اللي هي جايبوني من السعودية ده، ريحته فظيعة والله. عايزة اقول لها ابعتلي بخور كمان بس انواع تانية بقى، هي كده هتشوف الفيديو وتبعتلي. خلاص عملت البخور وبخرت الشقة كلها. نعدل الدماغ بقى قبل ما نعمل الفطار. قمت كده عملت كوباية قهوة زي القمر. انا ما كانش ليا في القهوة قوي، بس مؤخرا بقيت اشرب قهوة كده كل فين وفين بصراحة، يعني مش كل يوم بصراحة، يعني كل فين وفين كده اشرب قهوة. فعملت فنجان قهوة قمر زي ما انتوا شايفين كده. ايه رأيكم؟ يلا بقى نخش على الفطار بتاع يوم الجمعة. معروفة فطار يوم الجمعة يبقى بطاطس وبيض وطعمية. جدا جدا جدا. وكان نفسي اعمل شوية فول وحياة ربنا، بس للأسف ما كانش عندي فول. العظيم ده غصب عني. انا النهارده رجعت لكم فقشرت كده بطاطسيتين حلوين، ما عنديش كلام اقوله. هحمرهم وحشني عشان صلصة لازم في الفطار بطاطس الاول باذن الله. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تحطوا اللايك وتشجعوني كده. الجمعه مباركه عليكم، يا رب يكون يوم حلو يا رب عليكم. فالنهارده هنعمل فطار خفيف لذيذ جميل، فيلا بينا نبدا. اول حاجه معايا هنا الطاسه المتواضعه بتاعتي. هحمر شويه بطاطس. مقشره هنا بطاطس اهوت، هحمرها وهنشوف هنعمل ايه مع بعض. هو انا متهيألي سيبت الموبايل شغال، مش عارفه رحت اعمل ايه. زي ما انتوا شايفين كده، اول حاجه بدات احمر البطاطس لانها هي اكتر حاجه هتاخد وقت. هسيبها بقى تتحمر براحتها، اما عبال اعمل حته جبنه العشق. بجد الجبنه اللي انا هعملها دلوقتي دي معاكم بحبها جدا جدا جدا. انا اصلا بحب الحاجه الحادقه، بحب الحاجه المسكره قوي. فاقطع كده طماطميتين زي ما انتوا شايفين، هقطعها مكعبات صغيره. زي ما انتوا شايفين كده خلاص قطعت الطماطم مكعبات صغيره، وبعدين هنزل بالجبنه الحادقه. بحبها قوي يا جماعه بجد. جايبه الجبنه ديت من اي سوبر ماركت بقى، او بتيجي في واحده عندنا هنا بتيجي كده زي الناس اللي هم بيبيعوا جبنه حادقه وجبنه خرط وقشطه وسمنه بلدي والكلام من ده يعني، فممكن تجيبيها منها. فحطيت كده فوق الطماطم حته الجبنه الحادقه القمر دي، وهنزل عليها بشويه زيت وشويه طحينه. يا سلام لو كان في طحينه بيضه، بس انا ما عنديش فحطيت طحينه حمراء. مش هتقول لا يعني هي طحينه. وافضل بقى اقلب 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 واقوم حاطاه في البوله.
خلاص بقى قلبتها حلو زي ما انتوا شايفين كده. هحطها بقى ايه في البوله عشان نقعد نفطر بمزاج. اكيد يعني مش هنفطر في العلبه دي، انا كنت بس بقلب فيها. بصوا بقى، بحبها قوي بجد، دي العشق. ورجعت للبطاطس لسه ما اتحمرتش. خلاص كده البطاطس اتحمرت، هطلعها بقى. نسيت احط مناديل مطبخ والله في الطبق. يلا مش مشكله. ارش بقى عليها شويه ملح وبس كده، ونخش على اللي بعده. ويا ترى اللي بعده ايه؟ وهل ترى جماعه حطوا لايك بجد، ما تستخسروش، حطوا لايك يعني مش هيخسر حاجه. حطوا لايك، اعملوا لي شير، خدوا اللينك بتاع القناه بتاعتي، وباذن الله هتكبر باذن الله. فجبت الطاسه القمر بتاعتي، حطيت فيها معلقه سمنه، وهجيب بوله احط فيها بيضتين، واقوم حاطه فيها رشه ملح ورشه فلفل اسمر. وبعدين هحمر الطعميه. مش هحمر طعميه كتير قوي بصراحه، لاننا ملناش تقول عليها قوي، او بمعنى اصح جوزي ملوش تقول عليها قوي. فايه، هحمر حاجه بسيطه كده علشان مفيش حاجه تترمى. فهحمر كده كام واحده بالظبط، يجي 5 أو 6 بالكتير قوي يعني. عندي سمسم
ودخلنا على الغدا. انا انا مش هصور معاكم الغدا بالتفاصيل، بس برضو عشان انا بحبكم وانتوا اخواتي هوريكم انا طبخت ايه. والجبنه دي برضو بحبها قوي يا جماعه، والله العظيم بصوا لازم اقول لكم انا بحب ايه وما بحبش ايه. فالجبنه دي عشقي عشقي عشقي. فغرفنا الجبن وطلعنا البيض وطلعنا البطاطس وطلعت الطعميه، وهطلع العيش من الفريزر، وهعمل واحد كابتشينو زي ما قلت لكم جامد، بس برضو مش هكمله لان زي ما قلت لكم انا شاربه قهوه. يا جماعه بجد اللي بيشوف الفيديو يحطوا لايك، واللي مش مشترك في القناه يشترك في القناه، واللي مش مفعل زر الجرس يفعل زر الجرس، وعايزه ايه كومنتات حلوه كده. فزي ما قلت لكم اعملوا لايكات، اللي مش مشترك في القناه يشترك، واعملوا شير. خلاص كوبايه النسكافيه خلاص الميه غلت. نسكافيه كابتشينو. وللاسف ما عرفتش انشر الفيديو قوي عشان استاذ مصطفى صحى من النوم ما بيلحقش ينام من كتر التعب. والله يا جماعه ادعوا له كلكم ان ربنا يشفيه يا رب ويخليه لي. واتمنى من كل قلبي ان الفيديو يعجبكم. وجوزي وهو جاي جاب خضره غسلتها وصفيتها، وايه رايكم في فطار النهارده؟ حاجه بسيطه بس بصراحه انا مبسوطه ان انا عملت الفطار القمر ده، وقعدنا كلنا كده وفطرنا سوا. وزي ما قلت لكم انا من النوع اصلا ان انا مش اول ما بصحى من النوم مش بفطر على طول، بس بصراحه قعدت المره دي وفطرت. قلت يلا مش مشكله بقى النهارده الجمعه. نخش بقى على الغدا. فطرنا وظبطنا ولميت الفطار وغسلت الاطباق بتاعه الفطار، وكنت مطلعه اللحمه تفك، شوحت اللحمه وعملت الرز وعملت صينيه بطاطس هسيبها تستوي، هي اصلا اوريدي استوت. احط بقى اللحمه عليها على الوش وادخلها الفرن. وهنا الرز كان استوى اصلا، فاخدت معلقتين رز كده لصلصه. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش اللايكات. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.